إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. صلوا على سيدنا محمد والآل ذوي الذكر الأمجد بصفات المحمود تعبد كي تصبح إنسان محمد أدبه الله ورباه ليعم الأكوان ضياه ربي في المنزل زكاه ما أعظم أخلاق محمد إن شئت يا صاحب أن تحمد فتمثل بهداه لتسعد بصفات المحمود تعبد كي تصبح إنسان محمد. أشعار المقدمة سعد القليعي. إنشاد محمود الثلاثي. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. تشرف به معكم أمنية الإبياء. مستمعي الكرام، أسعد الله ليلكم بكل الخير. أبدأ وإياكم ببسم الله العليم القادر القدير، وأثني بالصلاة والحب والسلام على حبيب الرحمن من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد وآله الكرام. وبداية أرحب بضيفتي الكريمة في هذه الليلة دكتورة سعاد الحكيم، أستاذ الفلسفة الإسلامية بالجامعة اللبنانية. دكتورة سعاد، أهلا ومرحبا بك على موجات صوت العرب. شكرا على هذا اللقاء. مستمعي الكرام، نستكمل الخصائص النبوية، وكما بدأنا في خصائص الذات النبوية الشريفة ثم انتقلنا إلى خصائص النبي الكريم في الآخرة، ونقف اليوم مع حلقات الخصائص النبوية، تلك الخصائص التي اختص الله بها رسوله الكريم في الدنيا وأثناء وجوده البشري. أول ما نبدأ بهذه الخصائص وهي الخاصية والمعجزة الباقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهي القرآن الكريم. ساعات بنبدأ بالقرآن الكريم مع الخصائص النبوية في الدنيا، وهذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى أنزله وجعله خاصية لنبيه الكريم، وميزه بالعديد من المعجزات والخصائص دون باقي الكتب والرسالات السماوية. كيف؟ أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أنه موضوع الكلام في معجزة القرآن الكريم هو موضوع يعني كبير وواسع، وأظن أن المسلمين اليوم الكثير منهم يعرف الشيء الكثير عن القرآن الكريم ويتابع القرآن، وكثير من المسلمين تقرأ القرآن يوميا عقب الصلوات وأيام الجمعة. فهو يعني هذه المعجزة الباقية في حياتنا والباقية في عقول العلماء ومنبع للدراسات للاستنباط وللفهم وللعلم. يعني أعظم العلوم هي علوم القرآن. كما تفضلت نبدأ بهذه المعجزة العظمى بأن القرآن هو كلام الله. إذا توقفنا عند هذا المفهوم، ما معنى أن القرآن كلام الله عز وجل؟ عندما نتفكر في أنه هو كلام الله عز وجل، من هنا نفهم لماذا شاء تعالى أن يجعل النبي أميا. لأن الأمية بمعنى
عدم القراءة وعدم الكتابة هي ضمانة إنسانية وبشرية ولجميع المحيطين به وللأجيال اللاحقة، كل الأجيال اللاحقة، هي ضمانة بأن هذا القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل. لأنه لو كان النبي صلوات الله عليه كان يقرأ وكان يكتب لقيل أو لصدق البعض عندما يقال أنه ألف القرآن من خلال الدرس في الكتب ومن خلال المطالعات والاطلاع على أخبار السابقين وقصص السالفين. فإذا ربنا سبحانه وتعالى أعطانا الضمانة القرينة التي نفهم منها وهي أمية النبي صلوات الله عليه. فكيف لهذا النبي الأمي صلوات الله عليه أن يأتي بكل ما في القرآن من إخبار بالمغيبات وبما يكون في الآتي مما حدث بعد ذلك، وبكل أخبار القصص الأنبياء وبكل التواريخ وعلى الدقة. فحوى هذا القرآن الكريم لم يترك شاردة وواردة إلا وأخبرنا عنها. أخبرنا عن خلق الكون، عن السماوات والأرض، عن كل الإبداع، رسم لنا كل الكون، قدم لنا تصور عن العالم. يعني نحن يعني كمسلمين عندما نريد أن نكون صورة العالم عندنا نرجع إلى القرآن، لا نرجع إلى الأفلام التي نراها وإنما نرجع إلى القرآن. واليوم العمل حثيث عند العديد من علماء المسلمين المعاصرين للكشف عن كل العلوم الموجودة في القرآن، للكشف عن العلوم الكونية الموجودة في القرآن، عن علوم البحار. يعني كتاب لم يترك شاردة وواردة. فمن أين لإنسان منذ 14 قرنا كل هذه المعرفة الكونية وكل هذه المعرفة التاريخية وكل هذه المعرفة البشرية وكل هذه المعارف؟ القرآن مسألة مذهلة تماما. يعني أنا أعمل على الفكر الأخلاقي الإسلامي وأعمل معجم أخلاقي للقرآن الكريم. لا تصدقي كم من مرة توقفت أثناء العمل وقلت سبحان الله العظيم، صدق الله العظيم. لم يترك شاردة وواردة. صدق رسول الله أنه جاء ليتمم مكارم الأخلاق. يعني أكثر من 1000 خلق موجود في القرآن، لم يترك شاردة وواردة. كيف يعني يمكن لعقل طفل حتى أن يصدق أن هذا الكلام، أن كلام الله في القرآن الكريم يدعي ويتقول أنه كلام ألفه شخص في العصر الذي وجد به صلوات الله عليه في وجوده البشري؟ هذا أمر مذهل ومعجز بكل المقاييس. والهدف من كل هذا المعنى، يعني ما يثبت المعجزة، أن الله سبحانه تحدى كل أهل الزمان سواء أهل الزمان في زمن وجود صلوات الله عليه، حتى أهل الزمان على مر التاريخ وإلى يوم القيامة. فالتحدي الإلهي ليس محبوسا بزمان أو بمكان، فالتحدي الإلهي باقي ومستمر. فليأتوا بمثله، هذا التحدي الإلهي، فإذا هو كلام الله. هذه حقيقة ثابتة عند جميع المسلمين، وهذه حقيقة تدافع عن نفسها بنفسها، لا تحتاج حتى إلى أن نسود ونكتب فيها صفحات كثيرة للدفاع عن أن القرآن هو كلام الله. وعديد من الذين لم يكونوا على دين الإسلام مجرد أن قرأوا القرآن حدث في أعماقهم انقلاب عظيم. فقدرة هذا الكلام على أن يحدث هذا الانقلاب الداخلي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مضيء القلوب بأنوار الإيمان وشافي الصدور بأسرار القرآن ومنحة المنان ومبعث الرضوان، وعلى آله وصحبه وسلم. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد.
يمكن هذه الروعة دكتورة سعاد التي تحدثت عنها يعني بتذكرني بمقولة للصحابي الجليل جبير بن مطعم، وهو يتحدث عن معجزة من معجزات القرآن، كيف كان له هيبة وله وقع متفرد في قلوب حتى من لم يدخلوا في الإسلام بعد. فقال أنه عندما سمع من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ سورة الطور ولم يكن قد دخل في الإسلام قط، فقال كاد قلبي يطير من هذه البلاغة وهذا الجمال للقرآن كلام الله. لكن هذا الكلام للحق سبحانه وتعالى كان له ثقل، وثقل شديد عندما كان ينزل به الوحي جبريل، وكان هذا الثقل على النبي الكريم وعلى الصحابة الكرام وأيضا على الحيوان، يعني حتى الحيوان كان يستشعر ثقل هذا الكلام الإلهي. كيف كان ذلك؟ طبعا أنه كلام الله عز وجل له ثقل، وقد رسم لنا الصحابة الكرام لحظات الوحي في أكثر من مناسبة، في مناسبات عديدة، وسيدنا رسول الله صلوات الله عليه في أكثر من مناسبة هو بنفسه وصف ماذا يحدث له ولبدنه الشريف أثناء استقبال الوحي. فكل هذا الثقل يظهر على بدنه الشريف صلوات الله عليه، لأن القرآن الكريم تنزل على قلبه، والقلب هو مضغة من الجسد، فالتنزل على قلبه صلوات الله عليه يحدث من التعرق، يعني يظهر حبات العرق على بدنه الشريف حتى في اليوم الشاتي. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته فتضرب بجيرانها من ثقل ما يوحى إليه. فإذا الموضوع كان تبرك على الأرض من الثقل الذي يحدث على بدن النبي صلوات الله عليه الذي يتلقى بقلبه هذا القرآن العظيم. وأيضا الصحابة ذكروا أشياء يعني شبيهة، وصوروا يعني قدموا لنا صورا محمدية شبيهة بهذه الصورة. يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه لم يستطع أحد أن يرفع طرفه إليه حتى ينقضي الوحي. فإذا المسألة ليست مسألة يعني سهلة، ويعني لنا في الكلام القدسي هذا التنبيه: والقرآن لو أنزل على جبل لصار خاشعا متصدعا من خشية الله. فعندما يتنزل القرآن على قلب شخص بشر فهذا يعني أن القلب احتوى هذا القرآن وامتلأ بالقرآن، وعندما يمتلئ القلب بالقرآن تشيع هذا الامتلاء ويشيع وجود القرآن وكل علوم القرآن على كل المحيط بالقلب الشريف، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كما ورد في كثير من الأحاديث كان قرآنا يمشي على الأرض. من هنا نفهم نحن كمسلمين لماذا رب العزة جل وعلا اختصه في كتابه الكريم بذكر بدنه الشريف. إذا دكتورة سعاد، يعني أنت تحدثت عن ثقل كلام الله وكيف أنه نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن كثيرا ما نصف جسد النبي عليه الصلاة والسلام بالجسد الشريف، وأنت ذكرت أن عندما يحتوي القلب هذا الكلام الإلهي بتتشبع جميع الأعضاء المحيطة بالقلب بهذا النور وهذا التجلي بهذا الكلام الثقيل. فكيف تشبعت جميع أعضاء الجسد النبوي؟ وهل من هناك من سبب لتسمية الجسد بالجسد الشريف؟ لا شك أنا يعني نقول البدن الشريف، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كل ما فيه قدسي وشريف، لأنه صلوات الله عليه اختاره الله واصطفاه على كل البشر، وهو السيد الأولين والآخرين، فهو الشخص اللي من دون كافة البشرية هو سيد الخلائق. فبالتالي الشخص الذي يختاره رب العزة، ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار،
يعني كما خلق الأيام واختار يوم الجمعة، خلق الشهور واختار شهر رمضان، خلق البشر واختار الأنبياء، وخلق الأنبياء واختار سيد الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار من يشاء. فمن هنا نحن نفهم كبشر عندما يختار رب العزة جل وعلا، عندما يختار شخصا أو يختار يوما أي شيء في الكون، نحن نفهم من هذا الاختيار أن المشيئة الإلهية عندما اختارت هذا الشخص فهو له خصائص وله قدر عند رب العزة. فالاختيار بحد ذاته يدل على القيمة والمقدار. فمن صميم الإسلام أن البدن الإنساني أساسا ليس مدنس، بل هو بالأساس طاهر وشريف. فعندما يكون بالأساس البدن هو طاهر، فكيف بطاهر على طاهر، يعني بقدسي على قدسي؟ فبدنه الشريف صلوات الله عليه باستقبال قلبه للقرآن لكلام الله عز وجل، والامتلاء القلب بالكلام الإلهي، والكلام الإلهي هو النور وهو الذكر وهو الفضل وهو الرحمة. ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن بكل هذه الأسماء في كتابه. فعندما يمتلئ القلب بهذه المعاني كلها وبهذه الأنوار كلها ينعكس ذلك على البدن. يعني نعلم من قراءتنا للقرآن الكريم أن رسول الله صلوات الله عليه بأعينه، يعني تماما عندما نقرأ القرآن الكريم بوعي وبتفهم وبتفكر ندرك تماما أن رب العزة يلاحظ كل حركة من حركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل سكنة من سكناته. يعني عندما قطب جبينه ورب العزة يعني يعرف، وكل العالم تعرف أن سيدنا رسول الله هو الرؤوف الرحيم، هو المبتسم بوجوه كل الناس، هو البسمة، من أمر بالبسمة، فهو لا يقطب جبينه. فعندما قطب جبينه مرة لاحظه رب العزة، وهذا إكرام لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلاحظ كل حركاته وكل سكناته. فربنا سبحانه وتعالى أفهمنا في قرآنه أنه شرح له صدره، وأنه يعني طهره كاملا سواء البصر، ويرى تقلب وجهه في السماء، يعني يلاحظ كل حركة من حركاته، ويسر القرآن بلسانه، ووضع عنه وزره الذي أنقض ظهره، يعني خلصه من ميراث الطينية. فكل هذه الإشارات إلى البدن الشريف في القرآن هي لتعلمنا نحن كمسلمين، نتعلم منها أن ننظر إلى شخصه صلوات الله عليه بعين الرفعة وعلو الشأن، وهذا يعلمنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن تتسرب على ثقافتنا من ثقافات غريبة عدم التوقير للكبير وعدم التوقير لأي شيء في الحياة، يعني استباحوا كل شيء. فمن واجبنا أن نحرص على مقدساتنا، أن نحرص على التأدب مع كل كبير، مع كل عظيم، مع كل صاحب شأن عالٍ. هذا هو إسلامنا، هذه أخلاق الإسلام، وهذا ما علمنا إياه القرآن الكريم ورسول العظيم. اختارك الله رسولا هاديا، أكرم بما اختار لنا وما ارتضى. يا أحلم الناس على من قد جنى، وأعدل الخلق إذا ما قد قضى. يا كافي الألف إذا ما جاز، أو جرد في الهيجاء سيفا ونضى. يا ناصحا أحكم تشييد الهدى عزما، فلما ينتقد ولا انقضى. يا مضيفا للناس ظل رحمة، بات العدا منها على جمر الغضا. ادفع أخ الشر بحسنى،
فإذا به أخو صدق وإن كان خطأ. إن رسول الله فينا لم يزل كهف حما فهو لنا نعم الحمى. لله ما أكرمه من سيد ينمى من المجد لأعلى منتمى. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. إذا دكتورة سعاد الحكيم ننتقل إلى الجزئية الأخرى معنا في حلقة القرآن الكريم، وكما انتهينا في الجزء السابق من كلام الله وثقل هذا الكلام وتحمل الجسد النبوي الشريف وذكر جميع أعضاء الجسد النبوي الشريف في القرآن الكريم كأعضاء تشربت هذا النور، نور الكلام الإلهي الذي نزل بقلب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل إلى كون القرآن معجزة خالدة في حين انتهت أو انتفت الكتب والرسالات السماوية للسابقين من الرسل والأنبياء مع انتهاء وقتهم، لكن القرآن الكريم هو كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزة باقية على مر الزمان حتى بعد انتقال النبي الكريم. كيف ذلك؟ نبدأ بأنه كل رسول أرسله الله عز وجل مكنه بمعجزات ليستطيع أن يمارس دعوته في قومه وليتمكن من إثبات صدق نبوته أيضا في أعين محيطه. ومن هنا نلاحظ عبر التاريخ، وهذا الكلام ليس من إبداعي وإنما هذا ما قرأته في الكتب يعني عند علماء سابقين، نلاحظ أن كل معجزة لرسول عبر التاريخ كانت من مهارات القوم في الزمان. سيدنا موسى عليه السلام عندما أتى في زمانه كان السحر هو مفخرة ذلك الزمان، فبالتالي كانت معجزة سيدنا موسى العصا. أيضا سيدنا عيسى عليه السلام فالمعجزة في زمانه الطب والتقدم يعني، فجاء بإشفاء المرضى وإحياء الموتى. فالمعجزة دائما من جنس المعرفة. لماذا؟ لأنه إذا عرفت الذهب على السائغ يفرق بين الذهب وبين كل ما يلمع، فبالتالي أهل الزمان هم مثل الصيرة في تحدي في معرفة يدرك ذلك، يعني لا يستطيع أن يدرك إلا الخبير. من هنا تأتي المعجزة ضمن خبرات القوم، فبالتالي مفخرة العرب هي البيان والشعر واللغة والبلاغة والفصاحة وكل ذلك. فعندما جاء القرآن بلسان عربي مبين كان هذه معجزة للقوم، وخاصة كما سبق وقلنا يعني التحدي الإلهي موجود فليأتوا بمثله. فإذا بما أنه هذا هو يعني ثبت بزمانه كان هو المعجزة والتحدي كان به بالقرآن الكريم، نلاحظ أيضا أن كل معجزة من معجزات الأنبياء السابقين صلوات الله عليهم أجمعين كل المعجزات كانت تنتهي بانتهاء الأمد التي وجدت في زمانها. يعني عندما ذهب أهل الزمان تحولت بالنسبة لنا إلى أخبار صادقة. يعني كل ما ورد في كتابنا الكريم، كل ما ورد في القرآن الكريم نحن نصدق بذلك، وإنما نصدق به ولا نراه ولا نلمسه. أما القرآن الكريم فهي معجزة نراها نقرأها يوميا، نعرف قيمة هذه المعجزة وتظل معجزة إلى يوم القيامة. وأحد العلماء يعني التفت إلى معنى لطيف يقول أنه معجزة كل الرسل السابقين كانت منفصلة عن الدعوة. يعني الدعوة بمعنى الرسالة القول، يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى عندما أرسل سيدنا موسى إلى فرعون اذهب فقولا له، فإذا هذه هي الرسالة اللي هي الدعوة. أما المعجزة أو حجة سيدنا موسى فكانت العصا. يعني كل رسول
ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بالدعوة وأنعم عليه بالحجة والمعجزة المنفصلة. أما سيدنا رسول الله صلوات الله عليه فقد في القرآن الكريم كانت الدعوة والحجة معا، فالقرآن هو رسالة وهو معجزة حجة أيضا كل الناس ولكل الأزمان وعبر التاريخ. يا ربنا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. فأقام 10 داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا. لا يرفعون إذا أتى أصوات بل لا يسدون البصر إمعانا. قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا. ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان. والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. إذا دكتورة سعاد ننتقل إلى الجزئية الثالثة، وأيضا هي من إعجاز القرآن الكريم في حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب وهذا الذكر. حفظه من التحريف وحفظه من التبديل، وأيضا من ضمن وسائل هذا الحفظ هو تيسير القرآن لأن يحفظ وأن يحفظه البشر في القلوب. يعني نرى في هذه الأيام والأيام الماضية طفل لا يتعدى 3 سنوات أو 4 سنوات و5 سنوات بيكونوا ختموا حفظ القرآن الكريم. فيعني سبحان الله هذه السهولة كانت وسيلة من ضمن وسائل حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم كمعجزة. الحمد لله أنه رب العزة جل وعلا هو الذي تولى حفظ كلامه العظيم. إن المسلم اليوم مطمئن كل الاطمئنان إلى أن ما هو موجود في المصاحف اليوم هو كلام الله، لا يوجد أي دس وأي تبديل وأي تحريف. فعندما نقرأ في المصاحف نحن على ثقة من أننا نقرأ النص السليم كما تنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نزله جبريل إلى الأرض. بهذه الإضاءة وهذا النور القرآني والنور النبوي أيضا، شكري الجزيل لضيفتي الكريمة الأستاذة الدكتورة سعاد الحكيم، أستاذ الفلسفة الإسلامية بالجامعة اللبنانية. دكتورة سعاد بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. وفي الجمعة القادمة إذن جديد بلقاء جديد في صحبة إنسان محمد صلى الله على سيدنا